4-2 ينتهج اسلوب المدرب. والله نصر نيجيريا يحلق مبكرا من فرانسو حريري. بنيامين كور من اعتاد على الاجواء العراقيه، من اعتاد على الاجواء المحليه، الان يفرح حنون. كرة عرضية مثالية ومدينة البرتغال تشهد افراحا غير مسبوقة من قبل منذ امد طويل، 14 موسما من الغياب. واليوم ناثانيل بنيامين كور النيجيري يحلق. الوافد من فرسان المملكة إلى البرتقالي إلى ديالا ليسجل هدفه الأول، أول أهداف الموسم في الدقيقة 10 من إمضاء بنيامين كور. أين العرضية؟ سيئين في الكرات العرضية والكرة في المرمى. التغطية الدفاعية لمدافعي أربيل سيئة جدا من الكنغولي إلى نيجيري وبالرأس، والكرة في المرمى. أين أرضية الملعب؟ هنا كرة تلعب، شيركو قد يسدد. الكبير لا يظهر إلا في المواعيد الكبرى. هذه عودة أربيل وهذه عودة شيركو كريم. هدف من الطراز العالمي، هدف من الطراز الأوروبي عن حق وحقيقة. أنت لست كرواتيا ولا صربيا، أنت عراقيا يا شيركو. هذا الذي سجل الهدف من مدارس أوروبية، تعلم ذلك في التاف، تعلم ذلك في غراسهوفر وزورخ. هذا شيركو كريم يسجل هدفا رائعا جدا في هذه اللحظات، والافراح تعم القلعه. هذه كره تلعب الان وردة الفعل والكره في المرمى. ان لك ان تاتي بها يا وسام. هذا صاروخ ارسل الى المرمى، لم يسددها الا لاعبا عراقيا هو الذي بات قريب. ياسر صفا ايضا، وهنا المحاوله ومؤيد صفا تلعب الكره راسيه من جيلان. خطر شاطر بقلب، والشاطر يخطا. وشيركو كريم رجل المهام الصعبه، رجل المواعيد الحقيقيه، يظهر اليوم بمعدن لا يتغير، بمعدن نفيس لا يصدأ ابدا. شيركو كريم يعاقب المدافع ويعاقب حارس المرمى وياتيك بهدف ثاني. أربيل عن اجمل ما يكون، على حر من الجمر كانوا ينتظرون، واتى هدف الدخول بالموسم واتى هدف الانتصار ايضا. وحنون وكانه يندب حظه. كيف كان الامر بهذه الطريقه؟ هنا الفي اوفسايد ينقذ البرتقالي. هذه كره وشيركو البديل بكرنداي، البديل بكرنداي أخطأ وتسبب بالهدف. حاول وسام، إلا أن شيركو كان الأسرع الأمهر لدها يضعها في المرمى. هنا الرأسية، هنا الخطأ، هنا الكرة وصلت إلى شيركو في المرمى. هو لا ينتظر في هكذا كرات أبدا. الفرحة تعم في هولير، الفرحة تعم في أربيل. واليوم